ضغط الدم زي يعني ما فيش مشكله في الضغط. الحاله دي بتجيك بالليل ولا بالنهار ولا؟ يعني ساعات ممكن كده وكده. ليل مره نهار يعني. مع في حميات كده، في سخانه في الجسم. ممكن. سخانه في الجسم. طبعا انا يعني ما كنت داير افاجئ بالكلام ده، لكن لازم الدكتور يكون صريح مع المريض بتاعه يعني. ايوه. انت تعالجتي قبل دكتور معين؟ مشيتي دكتور محدد؟ لا. يعني كنت تيجي العياده هنا؟ لا. بسيط يعني، ما كنتش تعبانه جدا كده يعني. المره دي تعبانه شويه فحبيت اجي اطمن يعني. اسمه المريض انه؟ وفاء جبال. طبعا يا وفاء، حقيقة أنا الدكتور كنت قاعد عندي هنا، أنا قريت الملف بتاعك واداني فكرة عن المرض بتاعك يعني. حقيقة يعني عرفت الباك جراوند يعني الهيستوري تاريخ المرض يعني. قريت تاريخ المرض كده. هو مرض غريب يعني، بيجي من كل مليون شخص بيجي لفرد واحد يعني. كل مليون شخص بيجي فرد واحد. أنا بس دايرك تكوني هادئة وريلاكس عشان نقدر نتعامل بشكل جيد مع حضرتك. انت عندك مرض حامض. مين؟ مرض حامض. يعني ايه؟ عندنا في السودان بيقول له، انا من السودان يعني، بيقول لي الحميطرمد. عندك الحميطرمد بيقوم عليه. ايه الحميطرمد ده؟ حضرتك كلمني بالمصري بلغتنا احنا عشان نفهم. مرض حامض يعني، حامض ده عنده قصه. الحميطرمد ده يعني زي النفاخ الفجائي. ايه الكلام الغريب اللي حضرتك بتقوله ده؟ طب انا عايز اتكلم مع دكتور يعني مصري افهم الكلام ده. طيب انا هفهمك بالراحه. اتفضل. على حسب الملف اللي عندنا هنا ده، انت اصلا علاجك الطب ما هيقدر يعالجك. يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه الطب؟ يعني عندك مرض حامض يعني اشرح لك. حامض ده عندك مرض حامض، عندك حميطرمد. ايه الكلام الغريب ده حضرتك؟ انا عايزه افهم يعني. مصر كلها ما فيش غير حضرتك اللي تيجي تتكلم معايا تتكلم بالاسلوب ده. انا مش فاهمه الطريقه دي. 17 سنه طب يا 17 سنه طب. انا ايه اللغه دي اللي انت بتتكلم بيها دي؟ في جنوب افريقيا اشتغلت طبيب. انا مالي؟ انا اسفه، انا عايزه افهم حضرتك. طيب انا اقول لك بالراحه، علاجك كالاتي: تمشي لفقيه شيخ. ايه الكلام ده؟ شيخ؟ تمشي للشيخ. هو في دكتور يقول لواحده يعني ده كلام علمي ده؟ انا اسفه اقول ان حضرتك دكتور حمار ما بتفهمش حاجه. انا حمار؟ طبعا حمار ما بتفهمش حاجه. يا دكتور هشام. ايوه يا جماعه مالكم صوت؟ ايه ده كلام؟ يا ازاي الدكتور بيقول لي روحي شيخ؟ يا مدام بس اهدي يا مدام. انا اهدى ازاي بقى؟ انت عايزاه حاضر تحت امرك. ايه المشكله يا دكتور؟ عندنا فاونديشن اوف اوبليشن. ايه الكلام ده؟ في ايه بالظبط؟ ايه لو سمحت كده؟ دي واحده بس. ايه اللي قلت في ايه؟ ده لمصلحتك. ايه المصلحه ده؟ انتوا بيعملوا كده ليه ده؟ بعمل ده زي كونسولتو دلوقتي. كونسولتو ايه؟ اتفضل. فاونديشن اوف اوبليشن. انا قريت التغريده طبعا من الدكتور محمد هنا. عندها فاونديشن اوف اوبليشن. هي كويس انها في سيره سلوك يعني سيره المرض بتاعه. اوكي. يبدو منه كده. فانا قلت لها اصلا طبيا انا المساله دي الحاله دي يا بيه انا مش فاهمه حاجه خالص. في ايه؟ ده كده تشخيص سليم. انا شايف كده تمام. حضرتك معاكي الدكتور ربيع، ده من اعظم دكاتره العالم. ده واخد استاذ دكتور من اسبانيا. دكتور حمار مش بيفهم حاجه. لا انا ايه؟ انا اصلا بيقول لي حاجات غريبه. لا مش عارفه ايه. هو حضرتك بتقول لي ازاي يعني ايه؟ حضرتك هو في دكتور يقول واحده تروحي تعملي زهار ولا تروحي ايه ده؟ عندك فتره بتاع 3 يوم اعمل فيها زهر، دوقي فيها زهر. زهر كمان؟ ده ايه ده؟ دي كده يا مدام بس. والله اللونيه تنفعي، والله اللونيه تنفعي. انا مش دكتور. مخك فين الدكتور اللي انا كنت بتعالج عنده دلوقتي؟ اعظم دكتور. لا انا دكتور حمار. يا اخي هو استاذ دكتور. هو استاذ دكتور. لا مش دكتور ده دكتور حمار. لا ده مش دكتور. اهدي بس اهدي. لا ده